السلام عليكم مشاهدين، لاباس عليكم بخير مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله في ظروف جيده. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم نشارك معكم الدبنجال او الباذنجال في الكوكوط بواحد الترموله، كيجي رائع، كيجي غزال ما شاء الله، كيجي لذيذ وخفيف، يعني واحد الوجبه سريعه في التحضير، كيجي مزيون بزاف. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه وكيفيه التحضير ان شاء الله. لاول مره كتشوف هذه القناه وعجباتو ما نساش يعمل لايك ويبارطاجي الفيديو مع صحابو والاصدقاء ديالو باش تعم الفائده والقناه ديالنا تزيد تكبر ونزيد نعطي اكثر ما عندي. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم المزيونين، كتحفزوني كنزيد نعطي اكثر ما عندي. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي تقريبا كيلو ديال الدبنجال، واحد 3 الحبات ديال المطيشه، فلفله حاره، وربعه ديال الفصوص ديال الثوم، والقزبر والمعدنوس. دابا نبدا كنقطع الدبنجال ديالي، كنحيد هذيك الجوانب، خليو الراس ما تزولوهش باش كيبقى شابرنا الدبنجاله. كنحيدو غير ديك الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. الطريقه ديالو ساهله وصراحه دغ كيجي لذيذ وكيجي مزيون بزاف ودغيا كيوجد. اخر لحظه تقدري توجديه. كنقسم الدبنجه ديالي على 4، ولا بغيتو تقسموها على 6 اللي بغيتو نتوما. انا قسمتها على 4 كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. وانتم على حسب الافراد العائله ديالكم تقدروا تعملوا 2 او 3. انا هنا عملت كيلو ديال الدبنجال. كنحيد هذيك الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا وكنقسم على 4 بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه ديالو سهله ومفهومه كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي غزال ما شاء الله. كنتمنى تجربوه. كنفتحوا بهذا الشكل هذا. هنا بعد ما ساليت الدبنجال ديالي كامل قطعته بهذا الشكل هذا. دابا ندوزو نوجدوا الشرموله ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للشرموله نشرملو بها الدبنجال، عندي هنايا ديك 4 الفصوص ديال الثوم حكيتهم، والقزبر والمعدنوس قطعتهم بالطريقه هذه، وكنزيد عليهم التوابل: كمون، فلفله حمراء والسودانيه والملحه. ما تكثروش من الكمون بزاف، يعني تقريبا هنا عملت نص مغروفه صغيره، ونصف كاس من الزيت. الا كان عندكم زيت الزيتون من الاحسن، انا صراحه ما كانش عندي متوفر. كنزيد واحد المغروفه صغيره ديال الخل، وكنحركوا هذيك الشرموله ديالنا. ودابا نبدا كنشرمل الدبنجال، كندخلوا الشرموله مزيان فيه بهذه الطريقه هذه باش كيجي شبعان تشرميله وكيجي لذيذ. كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا نبقى نشرمل بيدي، ما قنعتنيش المغروفه كيف ما كتشوفوا معايا. غنشرملو كامل نفس الطريقه. يعني بصراحه اكله خفيفه ودغيا كتوجد وكيجي مزيون بزاف ولذيذ، تقدري ترافقيه مع اي طبق، كيجي صراحه مزيون بزاف. هنايا بعد ما شرمل الدبنجال ديالي كامل ندوزو نعملو في الطنجره ديال الضغط ان شاء الله. خديت هنا الطنجره ديال الضغط، هذيك المطيشات اللي كانوا عندي 3 حكيتهم، ونبدا كنستف الدبنجال ديالي. ستفوه كامل بهذه الطريقه هذه. ونضيف عليه 2 القطع ديال الليمون، يعني ما كنضيفوا لا ما لا حتى شي حاجه،
كيطيب في هذيك مطيشه والترميله ما كنزيدوا لها ماء نهائيا. كنضيف واحد 2 قطع ديال الليمون وديك السودانيه حاره على حسب اللي بغيتو نتوما. بغيتو كون كيعجبكم الحار تقدروا تضيفوه، ما كانش بلاش. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنسدوا على الطنجره ديالنا وكنعملوها على النار تكون مهيله. كتبدا الصفاره ديالنا كتصفر، كنحسبوا ربع ساعه صافي كيكون الدبنجال ديالنا واجد تبارك الله، كيجي ما شاء الله غزال. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما طاب الدبنجال ديالي، يعني انا الطنجره كنت محتاجاها، عملته في هذه المقيله هذه، كيجي ما شاء الله غزال وكيجي طايب زبده وكيجي رائع. واللاصوص ديالو كتجي خاطره تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديال الدبنجال. كنتمنى ولا عجبتكم يعجبكم هذا حتى الفيديو، تعملوا لايك كنت في وتبارطاجيو على هذا الفيديو مع قلوبكم. صحابكم. ولا عجبكم هذا الفيديو هذا تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر وتعاونوا معنا ان شاء الله. راه باقيين خصنا السوايع ناقصين. كيف ما كتشوفوا لاصوص تبارك الله كتجي خاطره وكتجي مزيونه كتجي عاقده، والدبنجال ديالنا كيجي رائع. هذا هو الشكل النهائي ديال الدبنجال ديالي، رافقته بالليمون كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى يعجبكم، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.